شايفين في عنوان الفيديو النهارده فيديو مختلف عن كل مره. فرشت العروسه وحابه انكم تشاركوني رايكم وتكتبوا لي في الكومنتات عن رايكم في ذوقي. طبعا العروسه هي اللي جايبه كل حاجه، بس اقصد يعني ذوقي في الفرش، وكمان الطاره اللي على الباب دي انا اللي منفذاها على ايدي. لو عجبتكم وحابين اعملها لكم عملي في فيديو لوحده قولوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هحاول انفذها لكم بايدي. كمان انا فرشت لها الشقه بتاعتها كلها يعتبر من اولها لاخرها، وكل حاجه لحد قبل الفرح بساعات كنت بظبط لها كمان الفينش النهائي للشقه. يلا بقى كده صلوا على النبي ونبتدي. اول حاجه بالنيش بتاعها انا حبيت يكون بسيط ومفيهوش حاجات كتير، حطيت لها بس فيها الكاسات والكوبايات والفناجين والابريق، فناجين الشاي والقهوه بتوع طقم الصيني والاركوبايركس. باقي الحاجات بقى حطيتهم لها في الدرسوار والمطبخ هتشوفوهم دلوقتي. وكمان شنطه المعالق، شنطة المعالق فكيت كده منها رفين كده وحطيتهم لها برضو في النيش، والشنطة في الدرسوار باقيها فيها باقي الحاجات. وده بقى الشكل النهائي للنيش. شايفين بقى كده شكله هادي ورقيق وبسيط كده، مفيهوش زحمة كتير، كلها حاجات هادية وبسيطة ورقيقة ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا بقى الدرسوار حطيت فيها كده كم من طبقة كده على الستاند بتاع الاطباق، وهنا طقم الصيني، وهنا بقى شنطة المعالق. وقفت كده، فتحت الشنطة وقفتها كده على شوكتين عشان تبقى مفتوحة كده وكل حاجة فيها واضحة. وهنا بقى باقي طقم الاركوبايركس، وده بقى كده الدرسوار بتاعنا. ودي بقى الصالة بتاعتها او الريسبشن بتاعها يعتبر اللي هو في مدخل البيت. ودي بقى الستاير بتاعتها كانت رقيقة وهادية وبسيطة، بسم الله ما شاء الله يا رب، ربنا يسعدها ويهنيها في شقتها. هنا بقى الصالون بتاعها. ده بقى الصالون كده كله شكله كده كان هادي ورقيق، والسجادة بتاعت الصالون دي انا اللي مختارها معاها. وهنا بقى كده طرقة بتودي كده على اوضة الاطفال. هنا بقى ده بقى اوضة الاطفال شكلها كده هادية خالص. وكمان مفارش السرير التركي بتاعتها كانت هادية كده ورقيقة وبسيطة خالص. وده الدولاب بتاعها برضو. كمان حطينا هنا التلاجة عشان المطبخ ضيق وكده، وما كانش هيسع بقى التلاجة مع يعني مع المطبخ وكده. هنا بقى الدولاب بتاعها رصيت لها بقى في مفارش اوضه الاطفال، وكمان شويه كده من مفارش اوضه النوم اللي هي مفارش السراير. حطيت لها كده بتوع اوضه الاطفال كلهم هنا عشان يعني ما يبقوش في اوضه النوم. وبرده شويه من مفارش اوضه النوم، يعني كله كده حطيت اغلب المفارش يعتبر هنا، وبرده حطيت لها جوه في اوضه النوم مفارش. ودي بقى الفوط بتاعتها برده حطيت لها اغلبهم هنا. وكده بقى البطاطين برضو حطيتها كده من تحت. وهنا بقى بعد جنب اوضه الاطفال على طول اوضه النوم برضو كان المفرش بتاعها هادي ورقيق جدا بتاع السرير. وعملت لها كده بالورد المجفف والشمع الالكتروني كده شويه حاجات كده بسيطه وهاديه على السرير. وده بقى الشكل كده بتاع اوضه النوم. وكمان عامله لها بلالين فوق في السقف هتشوفوها دلوقتي. وهنا كمان التسريحة بتاعتها هي كانت حابة يعني ان هي تحط فيها كل حاجة هي جايباها او اغلب حاجتها، يعني عايزاها كده مليانة حاجات. بس انا يعني بحب البساطة في كل حاجة، يعني انا عن نفسي بحب يعني ان الحاجات تبقى هادية وقليلة كده على التسريحة، ما بحبش الزحمة الكتير. هنا بقى الرص بتاع اوضة النوم حطيت لها الشتوي من فوق والصيفي كده من تحت. وتحت كده عملت لها كده رصت لها الراس يعني بتاعها كده كله. تحت بقى كان الرف فاضي فحطت لها فيه الشنط، لان هي مش حابه ان هي تخليهم بره في الجزامه او في حته بعيده يعني عن اوضه النوم. وهنا بقى باقي مفارش السرير والمفرش الشتوي بتاع السرير برضو بتاع السرير الكبير، يعني حطيت لها حاجه اوضه النوم يعتبر كل اغلبها هنا، والباقي حطيته في اوضه الاطفال. وده بقى الشكل النهائي بتاع الاوضه. وفوق بقى هتلاقوا كده البلالين دلوقتي. شايفين بقى في السطح بتاع الاوضه كده كان بلالين، مش عاملاه بهيليوم ولا اي حاجه، يعني ده اختراع مني كده حطيته لها بلزق. برضو لو حابين ان انا اعمل لكم يعني الحاجات دي على القناه اكتبوا لي وقولوا لي رايكم برضو عجبكم الفرش بتاعي والرص بتاعي ولا ايه. وهنا بقى كده دخلنا المطبخ. اول رف كده كان فيه كده طقم كوبايات، شفشق بالكوبايات بتاعته، وكمان حطيت لها في الرف التاني كده كاسات. وهنا كان طقم اركو بايركس كده في معاه
كمان الكوبايات بتاعته والشفشق بتاعه برضو حطيته لها كده على الستاند بتاع الاطباق، وكان شكله جميل جدا. حطيت لها كله مع بعضه. هنا كده كانت ضلفه الاجهزه الكهربائيه حطيتهم لها كلهم مع بعض. كمان عجبني قوي الطقم بتاع التوابل ده، حطيته لها كده على الترابيزه بتاعتها على الرخامه. وهنا كده كان شويه بلاستيكات وستانلس وكده حطيتهم لها من فوق عشان قالت لي مش هستخدمهم دلوقتي. وكمان كده شويه كوبايات برضو كاسات حطيتهم لها كده في الارفف اللي من فوق. وده بقى ضلفه العمود اللي هي بتبقى في بدايه المطبخ بتاعها. حطيت لها من فوق زي ما قلت لكم الكوبايات، وهنا كده في النص البلاستيكات وكده، وتحت التموين والخزين بتاعها. وكده بقى ده المطبخ بتاعها. ما حطيتلهاش حاجات كتيره على الرخامه، حبيته هادي وبسيط ورقيق كده. وطبعا حطيت لها من تحت الحلل والحاجات دي، بس للاسف تحت كله بتصورش معايا او الفيديو اتصور بقى واتحذف مش عارفه. ده بقى برضو المطبقيه بتاعتها رصيتها لها برضو. ده شكل المطبخ كده النهائي. حطيت لها بقى حاجات بسيطه زي ما قلت لكم كده على الرخامه، وحاجات هاديه ورقيقه كده. وهنا بقى جنبها الحمام بتاعها حطيت لها المنظفات والشاورات والحاجات دي، وفوطين كده في الحمام. وبس كده بقى وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى كده الفرش بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات تحت. ولو اول مره تشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك علشان يوصلكم كل فيديوهاتي القديمه والجديده. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.